أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج بلا روتين. اليوم ضيفي اجى بالبرنامج ونوراني. قلت له خلي نشغل الضوء، قال منوراني. قلت له منو وراك؟ قال منوراني، يعني منو وراي. اليوم ضيفي الضحكة، الفرحة، الابتسامة. رحيم مطشر، نورت. الله يسلمك استاذ حسام. طبعا انا الشرف ان التقي بيك وباذاعه اور الكريمه. اليوم اللي يضحك الناس تعتبره تاجر ضحكة، شاطر، لو هي موهبة؟ لا، هي الموهبه اساس، بس ايش تعتبر ثلاثه ينجمعن يكون الكوميديا او يكون فتشي ارتياح فهو هذا احنا هدفنا اسعاد الناس يعني. رحيم مطشر، الشعر الهزلي الساخر اللي انت تكتبه شلون كانت بدايته؟ يعني بداية عن طريق الصدفة، كنا رايحين زيارة أنا والرياضيين عباس عبيد، أحمد صبري، الله يرحمه، رياض الوادي، وستار لامي. فقالوا يعني يكتبوا بذية سريع. فاليوم قفلت بتحشيشة، قالوا هذا لون اكتبه. سوينا 2 سوينا 3 فصار اللون. يعني هاي كانت قاعدة خاصة بيناتكم لو كنتوا طالعين مهرجان؟ جايين بالكوستر. واحدة منهن يعني ما أتذكر هي بقتها، هي دهرش بيك ياهو وياي لزاق، لزقت بالثوب كأنك صرت لزاق من طب عليك كفك مثل لزاق فرحان. كان كلمة واحدة. يعني هذا هن من هاي التحشيشات أو الأبوذية الكوميدية. أنت لما تكتب اليوم زنجيل أو هاي النكتة التحشيشية الأبوذية، شلون تاخذ الفكرة؟ منين تصير؟ والله من أكو كلمة تنقلب ظل بدماغك فأنت ترسخها. زين، اليوم رحيم مطشر تعتبر نفسك شاعر، مقدم برامج، لو مثل ما تقول مصطلح نكات؟ لا مو نكات، هم يقولون نوبة الفنان أو الشاعر. أي تشمل الفن، تشمل الابتسامة، تشمل الشعر. أنت كاتب شيء للحب؟ مو هي ما طول الكوميديا تنقلب تحشيشة، فما تقدر تقول أكو سهيري مسويه. حبك مقدس يظل لا تظن دسته، بالرغم ما بالقلب حط مو جرح دسته. والقل والفك اجى من الحلق دسته. تمنيت قلبك يدر بس يا حصرته مدر، وخلاني ابكي بحزن والوجه لي مدر. رعدته ولمضت غفر والدنيا زخت مدر، وحجز لك بالمدر بس ورا ما دست لان صارت. فهو بدايته حب بعدين يصير تحشيش. اليوم مشاريعك المهمة انت كشغل بالكوميديا، قاعد تشتغل برامج، تشتغل شنو مخططي له انت؟ يعني عندنا برنامج حلقات مسلسل يعني كوميدي، يعني من كتابتنا انا وفاضل البغدادي وبطولتنا انا وباسم البغدادي. صورناه بسوريا، ممثلات سوريات، وكملنا الباقي وممثلين عراقيين. فد عمل صار مثل العربي وهاي، بس بعد يعني راد له هم رعايات وهذا يعرض اذا عرض على رمضان. فد شيء نقله انه بالنسبه لنا انا وباسم. هسه راح اتحداك، يعني التحدي دول، كل ما اكمل اني انت ترجع تجاوبني بالملائم اللي تحسه قريب يمه. بس اول تحدي عندنا هو تحدي تركيا. يقول جيت ونورت بلا روتين يا فندم. رحيم بتركيا يصيحوا لك رحيمم. لقاء عندك بذاعة اور اف ام. جيت وانا اقول لك الموجة بداية. نحلت بفرقته خايب نحلتين، او على شفتك امس تفتر نحلتين. بنص البيت انا زارع نحلتين برحيات تمره ما ذبح شنو طرقاعه المعاد. يعني نقلبها باي بس ما انت فندم زين. بس نروح التحدي جديد. تحدي الصين. قريب. رحيم هم سافرت في يوم تشاينا، وشلونه بعد الغداء تشاينا تشونغ يونغ تشان تشاينا. هذا اسمك بالصيني يهوسونه. الله، عندي صديق راح للصين، يعني هاي نكتة صارت. ف9 ساعات ونص يمكن الطريق. فهو كسا يقولهم ويسكي، كسا ويسكي شرب راح طمامة. قالوا غدا مو راح طفي، جابوا له هاي شطاير مال لحم. قالوا شنو هذا حلال حرام عمو مؤمن شغل طاق لك نص بطل. هاي بالصين. جاي اريد اسمع من عندك نكتة جديدة. جدد هواي. ذاك اليوم رحنا للمقبرة وواحد لقانا دفان رأسا أنتم السابقون وأنتم اللاحقون. قلت له كانت تدافع بدل يعني بس احنا لا ذاك اللعب لعبة العراق، وذاك اليوم مال آسيا لعبة العراق وإيران. فصادفت جيت ركض على البيت لقان واحد ريعن
بالركض. قال شنو راح يمشوا مستعجل؟ قلت راح تطلع العراق، اللعبه مال العراق وإيران. قالوا يا من؟ قلت له وين المغرب والجزائر، شغال العراق وإيران. قلت اي رقم مفضل عندك؟ انا احب رقم ميسي، لان احب ميسي 10. يعني انت برشلوني؟ اي برشلونه. كاتب شيء؟ اي ما اشجع برشلونه واحب ميسي، واللي يحبك يروح ميسي للحج يجي بالصندوق ميسي، بعد يشرب له قوطيه ما حد خلى 20 قاعد. ومثل ما ريد حدك ولك حدريد وصير اسطى ولا تشتغل حدريد. بنزيما لعب لريال حدريد، هو رينالدو بعد سهل يقدرهم، يعني سويت بقتها وسويت هوسات عليهم. الحكي وياك حلو الله يسلمك، واللقاء مر بسرعه، بس نريد من عندك اخر شيء تسمعنا باللي يعجبك للي يشوفوك ويسمعوك. اكو واحد صاحبنا شويه عقليته يعني مو كلش، اجى قال رحيم انا جبت 10، رحت له شو اسمه الارصده، جبت 10 عراق انا و10 اسيا و10 كورك، انت شو تسوي بهن؟ قال مو جاينا رمضان. شنو قلت له؟ ماش عدس موت هو عنده يعرف يجمع اي عباله. زين دارنا نسمع شعر. يا ما قلت لك ولك ارجع الحبنا درد، يلبيك دوم اتصل خابرنا مره درد، ارجف عفتنا ورحت بالشتاء شابع درد، وبعت القلب للاسف والقلب لجلك شرى، ورميتني بلارح انفرغت بيه شرى، رحت استلم راتبي قالوا لي الزم شرى، ولما وصلنا الشرى قالوا لي عندنا درد سنوي الا على السنه الجايه وباع المقلوبات. فهي الابتسامه. اي نعم رب العالمين، وانت موهوب. الله يسلمك. وانا اشكرك لتلبيه الدعوه اليوم، نورتنا ببرنامج بلاروتين، وان شاء الله نلتقي بحلقات قادمه ان شاء الله. شكرا لكل مشاهدين بلاروتين، انتظرونا بحلقه جديده، مع السلامه.